يا صباح الخير عليكم يا أحلى متابعين قناة يوميات ربة بيت. أسعد الله أوقاتكم يا ربي بالخير والبركة. اشتاقت لكم هواية هواية. أه حابة أسوي وياكم فيديو بس ما أعرف عندنا مال الاتصالات دي ينصبون خط النت الجديد، فما أعرف راح أقدر أصور لكم أو ما أقدر، الله المستعان. حابة أخيط وياكم. طبعا هنا أنا غيرت المكان الماكينة مالتي وغيرت كل المكان اللي أصور بيه على مود بنتي هناك تدرس بالمكان اللي كنت أخيط بيه، فغيرت المكان جبتها بغرفتي. وعندي هذا القماش أريد أخيطه وياكم، بس حابة إنه أقول هذا القماش نطتني يا أختي، الله يسعدها ويرضى عنها يا ربي، وأني وعدتها قلت لها بس أريد أخيطه غير أوجه لك تحية بالفيديو وأقولهم إنه هذا القماش هو من أختي. شراكف راح أسويها بسيطة، ما راح أسوي بيها أي شي. ليش؟ لأن الولدي وولدي ما يحبون شغلات كراكش وفصال، يعني هو مجرد قطعة وراح أتقلها وجه المخدات عادية جدا، يعني ما راح أسوي بيهن أي شي. بس حابة هيك يعني إنه أخيط وياكم وأسوي وياكم هيك، يعني ما أعرف روتين سريع شو تريدون تسووا مو تسموه. طبعا أنا مشتاقة لكم هواية، بعدت بسبب إنه شوية ظروف الواحد ودراسة فقللت يعني، وصار شوية الحمل على الواحد، تعرفون الواحد ولده يكبرون، تزيد همومه وتزيد متطلباته وتزيد كل مسؤولياته، والله يحفظهم يا ربي، يحفظ لنا كل أولادنا، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. وطبعا حبايبي هنا أنا حضرت ماكينتي ولضمتها تمام، وجبت المقص هذا وجهزت أموري. طبعا أنا كلش مرتاحة بهذا المكان لأن قبالي الضوء، يعني حتى من أخيط ما أعاني، لأن شوية النظر مو تمام. فهيك بهاي الحالة لا الحمد لله أني مسيطرة على الوضع. أبدي أقول بسم الله وأخيط، ومثل ما قلت لكم إنه القماش كفاني على قد 3 شراكف مفردة، يعني السرير مفرد تمام. سويته تشرشف شوي أكبر من الطبيعي، حسبت حساب إنه ما شاء الله، لأن الولد مو مثل البنات، يعني لما ينامون تحسون يقعدون من معركة يعني والله العظيم يمكن ولدي يشوفون الفيديو يضحكون، فاضطر انه اسويه اكثر من الطبيعي حتى احسب انه يفوت منا أنا من الجهاي ويفوت منا، يعني فد شبرين بشبرين، والكفر من الجهة الثانية مثل يعني يصير تلبيس من كل النواحي تمام. حتى شقد ما يتقلبون وشقد ما ينامون ويتعاركون بالحلم ما أشيل لهم هم وأقعد أعصب، لأن يعني أقعد ألاقي المنظر فد شي مو طبيعي. فش اسمه، راح مجرد إني أتقل الشرشف، ما بي أي شي.
وأني يعني قايلت لكم وأظل أقولها يعني دائما إني أني مو خياطة، وإنما أني أحاول أسوي أمور بيتي، أني ما ألجأ إني أودي الخياطين. عداكم عن إنه إحنا أبونا خياط أصلا، بس ما عنده وقت أبدا يسوي لنا أشياءاتنا، فلوش فأني أسويها. بسم الله. ومنها الواحد يقضي وقت ويسوي أموره. وشوية أدردش وياكم همين، أعرف أخباركم، إن شاء الله تكونون يا ربي كل أموركم تمام. لفت انتباهي يعني فيديوهات هسه منتشرة، وألاحظ كمية التعليقات تستفزني بصراحة. إنه يعني دائما اللي تنشر فيديو مثلا طلع بيه أحلى ما يكون من أثاث بيت، مرتب، نظافة، أدوات حلوة، زرع، مدري منه هاي الأشياء. واقع الحال هو يكون يعني هذا حياتها زين، وده تطلع لنا جزء من حياتها. هذا مو معناه انه كل حياتها هي هيجي بيرفكت ومثالية. بالتأكيد إلها همومها وإلها أتعابها وإلها أشياء كوما هي تشكو من عندها، بس هي تحاول تطلع لنا الأشياء الحلوة الإيجابية اللي تعطينا طاقة حلوة. بالتأكيد كليتنا عندنا هموم وعندنا مشاكل وعندنا كل شيء، بس خلينا نقتنع بحياتنا، نقتنع إنه الحياة مو كلها يسر. لا، أكو يسر وأكو عسر، وحلو إنه نرضى بكل شيء عندنا، يعني نستمتع باللي عندنا، نستمتع. فألاقي كمية تعليقات إنه نيالك بالأشياء اللي عندك، يا ريت أنا عندي بيت مثل بيتك، كان أسوي مثل صباحاتك، كان مدري منو. فتلاقون كمية حسد مو طبيعية، والحسد أبدا ما حلو. بإمكاننا إنه بحياتنا إحنا البسيطة نخلق أجواء حلوة، فنجان قهوة، نسمع شي حلو إحنا نحبه، على النظافة والترتيب. والله لو خيمة يعني أنا أشوف بيوت خيمة ملاجئ، والله بس يكون أحلى ما يكون. ليش؟ لأن بالنظافة والترتيب. فهاي من الأشياء اللي حبيت تيجي أسلط عليها الضوء، إنه لا نكون حسودين. الحسد ما حلو، فالله يبعدنا عن الحسد والحاسدين يا ربي. وإنما الرضا فعلا والقناعة كنز لا يفنى. ودائما من عندنا قماش، بس حبيت هاي نقطة يعني أقول لكم إياها. من عندنا قماش مثل هيجي هسه يعني أنا بالمشغل عندنا حبكة اللي هي الماكينة الأوفر، بس صعب علي إني أروح وأوديها وأخيطها وهاي. فنقصقصها هيك حالة وأثنيها ثانيتين، يعني يعني الثانية أخليها كبيرة وأرجع أثني فوقها. هيجي أنا يصير شغلي كلش نظيف. باعوا يصير شغلي عبالك ماكو أي شي، تمام. ما أعرف إذا الصورة واضحة أو لا، إنه يصير شغلنا نظيف. بس حبيت هاي النقطة أقول لكم بيها.
طبعا والمكانات اللي بيها حاشية ما راح أخيطها، لا أحد يحكي ولا أحد يقول أوفر على نفسي وقت. فراح يعني أسوي بس الأماكن اللي ما بيها حاشية. هسه خلصت أول واحد، ثاني واحد، وظل عندي هذا الأخير أخلصها، وأخلص وأبدي بالمخدات وألبسهم وأراوي لكم إياها. طبعا أني وجوه المخدات طلعتها من طول القماش. أنا أخذت من العرض وسويت من الشراكف، والطول الزايد اللي قصيته هو طلعت منه وجوه المخدات. سويت اخذ الطول اللي اريده للمخدة واثنيه هالشكل هذا، و شلون يعني هالشكل هذا. هنا اخلي طبعا مسافة، شوفوا من هنا هسه طبعا اخلي هاي المسافة اللي هي من هنا ومن هنا واضح. هنا تشوفوا، واجي اخيط، ابدي منه، ابدي اخيط اتقله لحد الاخير هنا. تمام. وتطلع عندي وجه مخدة من اسهل ما يكون، يعني تقدر اي وحدة تسوي كلش طريقة سهلة، اللي هو تستغلين طول القماش نستفيد من عنده نطلع المخدة. هنا صار عندي 1 2 3 و3 شراكف هذني. اروح اسوي لهن غسلة سريعة على السريع، لان بالحدود لما اجيت فتشوا لي كل الملابس والغراض، فاضطر انه اطلعهن واحطهن على الكاونترات وهاي، فما اعرف، حابة اني اسوي لهم غسلة سريعة. وطبعا هاي الزيادة ما راح اذبها، راح استفاد منها بشي ثاني. هاي وافرشها واراوي لكم اياها. هنا هاي الشرشف، كلش حلو مرتب. وهنا شوفوا حبايب، ورا ما خلصت الشراكف طبعا غسلتهن وانتظرت الى ان نشفن، وغسلت البردات وحطيتهن حتى يكون كل شي نظيف، وسويت القاعية. والحمد لله طلعوا خرافية. طبعا يعني الكاميرا فعلا ظالمتهم، بس فعلا يعني فشي راقي طلع، مع انه لا بيهن كراكش ولا بيهن اي موديل، والمخدات بسيطة وسهلة. يعني باعوا نفس هاي الطريقة أنا أتبعها دائما. شوفوا هي هاي الطريقة اللي دائما أتبعها وأخيطها، وكلش حلوة وسهلة. تقدر أي ربة بيت ببيتها عندها قطعة قماش تطلعها. يا ربي أكون بهذا الفيديو فعلا يعني قدمت لكم فد شي فائدة ولو بسيطة، إنه اللي عندها قطعة قماش تروح يلا تاخذها وتفصلها وتحطها وترتب بيتها وتزين حياتها. وإن شاء الله يا رب تكون حياتكم كلها خير وبركة وسعادة، وأتمنى لكم يا ربي كل الخير اللي بالدنيا. وأتمنى تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم الحلو، تدعموني أهم إشي باللايك والاشتراك للي ما مشترك. وأرحب كل المتابعين الجدد اللي انضموا لي واشتركوا وتابعوني بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.